السلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيتكم بدبارة كاملة حويجة بنينة تشره. حضرت لكم كسكسي بالعصبين، بما انه حضرت لكم اخر مرة العصبين بالتفصيل المفصل وحتى من الكرشة زيدا كيفاش تنظفوها. تو خليلكم اللين في صندوق الوصف اذا كان مازلتوا ما تفرجتوش فيها. واليوم اخترت باش نعملكم بها كسكسي بالعصبين فاوح وبنين، يجينا احمر فارك يشره على اصوله. وزيدا حضرت لكم معاه طاجين، لكن المرة هذه اخترت باش نعملكم طاجين بالحمل علوش. اول مرة نعملكم على القناة، وبطبيعة الحال يتماشى مع جو العيد وزيدا يتماشى مع الكسكسي. واكيد حضرت معاها سلطة خضراء، سلطة مشوية، حسيل وبنة كاملة متكاملة. اذا كنت تحبوا تحضروا الكسكسي نتاع اليوم والطاجين زيدا اقعدوا معايا وتابعوني للاخر. نجيو توا للمكونات. وبما انه باش نعملوا كسكسي بالعصبين اكيد باش نسحقوا لكعيبات عصبين. جبت لهنا 3 كعبات ما شاء الله جاني فيه وحي شره، ننصحكم على الاخر تجربوه. وبالنسبه لطريقه التخيط نتاعو تنجموا تخيطوه كيما هكايا، انا نحب المنظر هكا نتاع الكرشه يبدا ظاهر، سينو تنجموا تعملوه مقلوب، لكم حريه الاختيار. باش نستحقوا زيد لهنا الكسكسي. عندي انا كسكسي باكويت جويد، خديت مقدار 600 غرام وحطيت كعيبات نتاع عود قرنفل باش يفوحوا بالباهي. باش نستحقوا زيد للزيت نباتي، تنجموا تستعملوا زيت نباتي او زيت زيتونه. باش نستحقوا قرينه نتاع فلفل، اخترت فلفل اخضر حار، وزيدا 400 غرام نتاع حمص منفخ نفخته ديجا ليله كامله. وباش نستحقوا 3 كعبات نتاع بطاطا غسلتهم وقصيتهم هكايا. وما ننساوش اكيد كعبه كبيره نتاع بصل قصيتها جويده على الاخر. وبطبيعه الحال باش نستحقوا الطماطم معجونه والهريسه، خديت 3 مغارف كبار طماطم معجونه ومغرفه كبيره من الهريسه. نجيو توا للفحات. باش نستحقوا مغرفه كبيره فلفل احمر، مغرفه كبيره من الهروس، شطر مغرفه صغيره كركم، شطر مغرفه صغيره من الفلفل الاكحل، ومغرفه صغيره نتاع ملح. وتوا يجيو نوريكم طريقه التحضير. اول حاجه باش نبداو في تحضيرها هما جرينات الفلفل، لانه باش نقليوهم ان شاء الله قبل ما نبداو نحضروا في الكسكسي. خديت لهنا الجرينات غسلتهم مليح نشفتهم، ونجي هكايا نملحهم مليح مليح باش هكاكا يجينا مملح وبنين اموره واضحه. وتوا باش نتعداو المرحله الثانيه باش نحضروا الكسكسي نتاعنا. كما قلت لكم انا كسكسي باكويت، دونك نحط فيه كعيبات نتاع عود قرنفل يفوحوا بالباهي، ونحط زيدا شويه من زيت زيتونه مقدار 2 مغارف كبار، وشويه من الكركم باش يعطي اللون المزيان وفي نفس الوقت يفوح بالباهي. ونجي كما هكايا نبسسو مليح مليح بهكا الزيت هذاك، وهذاك اللي يخلينا الكسكسي نتاعنا من بعد يجينا فارك، ما يجيش الكل لاصق في بعضه ويجي ما شاء الله كل كعبة وحدها. المهم حاولوا دخلوا فيه الكمية كلها متاع الزيت. ونجيب لهنا شوية من الماء الدافي ونبدأ نضيف تدريجيا بشوية بشوية، نشوف على حسب نوع الكسكسي اللي عندي إذا كان يشرب برشا وإلا لا. نجي هكايا بالطريقة هذه نحط فيها الكونتيتي المناسبة. إذا كان باش تعملوا كسكسي باكويت بطبيعة لازم يتفور على مرتين، وإذا كان كسكسي العولة يتفور على مرة أكاها. نجيب توا لهنا الكسكس باش نحضروا، حطيت فيه شويه من زيت زيتونه وندهنه مليح. لاسوس هذيا باش تخلي الكسكسي ما يلصقش في الكسكس حتى من بعد كتجيو تهبطوه. وباش نحط الكونتيتي الكلها كيما هكايا متاع الكسكسي، ما شاء الله هكا يشرب بالكدا بالكدا الماء، وما نكثروش اكثر من اللازم باش هكاكا ما يجيكمش ياسر فيه الماء. وتوا باش نتعداو نحضروا الحمص. بالنسبه للحمص نجموا طيبوه كيما انا هكايا وحده، نطيبو يجي محليه ولونه مزيان. نحط كميه الحمص الكل، نضيف عليه الماء، مغرفه كبيره مليانه نتاع كركم، وزيده شويه من الفلفل الاكحل باش يفوح، وما ننساوش اكيد الملح، ونخلطهم مع بعضهم ونخليه يطيب على الغاز. سينو نجموا راهو طيبوه في وسط الصوص نتاع الكسكسي، لكم حريه الاختيار. توا مقعد كان باش نتعداو نحضروا الصوص نتاع الكسكسي نتاعنا، لكن قبل كل شيء لازمنا نقليو جرينات الفلفل. والطريقه هذه تخلينا الصوص من بعد فيها المطعم هذيك نتاع الفلفل راهو يجينا فيوحه 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 التهبل. ومن بعد ما نقليهم اكيد نحيهم الكل هكايا على جنب، وما تخليهمش لين يتحرقوا باش هكاكا ما يسيبوش الحروقيه اللي فيهم. دوبه هكا ما تقليهم ونحطوهم على جنب. توا باش نكملوا نحضروا الصوص نتاعنا،
حطيت الكونتيتي الكلها متاع البصل مقدار كعبة كبيرة، قسمتها جويدة كيما هكية، نخليه دوب هكا ما يذبل شوية، ونكمل نضيف عليه طماطم معجونة، ونضيف زيادة الهريسة. إذا كنت تحبوه محرحر أكثر تنجموا تزيدوا أكثر. ضفت توا الفاحات الكل، نخلط كل شيء مع بعضه، ونخليك الطماطم تتقلى مليح 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 باش هكاكا ما تجيناش فيه القروسية متاع الطماطم. ومن بعد نكملوا نمرقوا بالماء، وبطبيعة الحال نستحقوا كونتيتي باهية متاع ماء. توا باش نكملوا نضيف عليها ديريكتومون العصبين. واهم حاجة واهم مرحلة لهنا، لازم وضروري تنقبوا العصبين متاعكم، كسوا كي طيبوا كسكسي والا اي وصفة اخرى طيبوا فيها العصبين، لازم تنقبوه باش هكاكا ما يتفلقش وكل شيء يتبنى بالباهي من داخل. نقبوه من الجناب الكل ومن الاطراف الكل. وباش نكمل زيادة نحط من فوق هكية الكسكسي. ما تنسوش باش تعملوا كل فتحة هكية صغيرونة باش يطلعك الفابور الكل ويتبنى الكل بالكدا. نغطيو عليه ونخليوه يعمل التفويرة الأولى، ونحط زيادة الحمص يطيب على جنب. كل طون اللي الكسكسي متاعنا يعمل في التفويره الاولى باش نتعداو ونحضروا طاجين باللحم. خديت لهنا اللحم علوش هبره، قصيتك الزيت الكل هكا نتاع الشحم، عملته سيور هكا جويدين على الاخر باش يتبنى بالكدا. خديت بالضبط مقدار 500 غرام بما اني باش نعمل طبق كبير نتاع طاجين. خديت زاده كعبه نتاع بصل قصيتها جويده على الاخر، جوست هكا دوبه ما نذوبها شويه يعني نقليها شويه. ومن بعد نضيف 2 عروش نتاع اكليل باش يفوحوا بالكدا. كان مش متوفر نجموا حتى تستعملوا كيلو بودر، لكن انا نحطهم هكايا عروش اخضر يفوحوا بالباهي، يعطيو مطعم ياسر بنين في نفس الوقت. من بعد وقت اللي كل شيء يطيب نحيهم. حطيت الكونتيتي كلها نتاع اللحم، خليته يتقلى شويه، وضفت عليهم الكميه نتاع الفحات، شويه من الكركم، شويه من الفلفل الاكحل، شويه زياده من الفلفل الاحمر، وما ننساوش اكيد الزعتر اللي يفوح بالكدا والملح اكيد. ونخلط كل شيء مع بعضه. هذا هو التختوخ متاع اللحم، يشبه برشا للتختوخ متاع الدجاج اللي نحضروه. بالطبيعه ديما هكا زيدوا شويه في كميه الكركم باش هكا يعطينا اللون مزيان، وفي نفس الوقت زيدا يجينا التختوخ هكا حتى الطاجين من بعد يبدا فيها كسفوريه اللي نعرفوها متاع الطاجين. خليوه يتقلى مليح 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 بالطريقه هذيا، هكا في كل مره نخلطوا. من بعد نمرقوا بالماء، ما نكثروش برشا جست دوب هكا ما نضيفوا شويه، وباش نخليوه يطيب في عقل عقله لين يترى بالباهي وكالتختوخ هذيك الكل. ومن بعد ان شاء الله ما يقعدش فيه برشا الماء. وبعد ما طاب التختوخ متاعنا باش نتعداو نحضروا توا الطاجين. بالنسبه للمكونات خديت لهنا حارتين وكعبتين متاع عظم، وحسب الكبر متاع الطبق اللي باش تستعملوها وكتحطوا. خديت زاده التختوخ متاع اللحم اللي حضرناه مع بعضنا. زاده لهنا عندي بطاطا قصيتها دي كوب وقليتها في الزيت مع شويه كركم وفلفل اكحل وشويه ملح، فوحتها بالكدا. بنستحقوا 100 غرام من جبن المرحي و3 توابع متاع جبن يزيدوا يبنوا على الاخر، واكيد باش نستحقوا للمعدنوس. وتوا نتعداو للطريقه. اول حاجه بسم الله باش نحط الكونتيتي كلها متاع اللحم، باش نضيف عليهم جبن زاده وكجبن المثلثات تقصوهم صغار شويه، ونضيفوا الكميه الكلها متاع البطاطا. وما ننساوش اكيد المعدنوس او كضيفوا الكميه اللي تحبوها انتوما. باش نخلط توا الكونتيتي كلها مع بعضها بالطريقه هكا. كما تلاحظوا ديجا يجينا طاجين مشخشخ يعمل 66 كيف، ومقعد كان باش نضيف عليهم الكونتيتي متاع العظم، وعلى حسب الكميه زاده متاع الخليط متاعكم هكا تشوفوا اذا كان نضيفوا اكثر ولا لا. انا هكا نضيف بشويه ونشوف عيني ميزاني قداش باش نستحق من كعبه متاع عظم. نخلط كل شيء مع بعضه بالطريقه هذيا. المهم ما تكثروش اكثر من لازم العظم باش ما يكونش ياسر هكا معبي بالعظم. هكا خلطوا بشويه وشوفوا قداش باش تستحقوا على حسب الكميه متاع الخليط. بالنسبه لي انا استعملت الكل في الكل حارتين وكعبتين متاع عظم جاوني بالضبط. ضفت الكميه الكلها وكمل ضفت زاده المعدنوس في كل مره زاده المعدنوس هاو كنشوف اذا كان نضيف اكثر ولا لا. وانا الحقيقه في النوع هذيا متاع الطاجين ياسر نحب المعدنوس يفوح بالكدا ويجينا الطاجين بنين يهبل. توا خلط كل شيء مع بعضه وديريكتومون باش نجيب الطبق متاعي وباش نحط فيه الخليط الكل. وكما لاحظتوا الطاجين متاعنا من غير خميره وما شاء الله من بعد يجينا عالي يشره. نحاولوا نستويوه الكل بالطريقه هذه على جنب الكل وعلى الاطراف الكل. ومقعد توا كان باش نهزو نحطوه في الفور، وما ننساوش نسخنوا الفرن بالمسبق.
وباش نحطها على درجة حرارة 180 درجة، نشعلوا عليه من الفوق ومن اللوطة ونخليه يطيب مدة 45 دقيقة. وهذه الكسكسي متاعنا بعد ما عمل التفويره الاولانيه ما شاء الله ريحته طالعه فيه وحتشره، بويسك فيه العود قرنفل يزيدوا بنا على بنا. المره الاولى هكايا نحاول نحلك الكعابر هذوكم بالمغرفه لانه مازال سخون، نعمل رشه من الماء الدافي كما العاده، ونجي توا كيما هكايا نحاول كل مره نرش عليه شويه من الماء على قداش يستحق وقداش يشرب، المهم ما تكثروش اكثر من لازم. توا بيدي هكايا نحاول نحلو الكل بالطريقه هذه. ما شاء الله الكسكسي هذيا يشرب بالباهي الماء ويجينا يشره، نحاول هكا نخدمه بين يدي بالطريقه هذيا. سينو اذا كان باش تستعملوا كما قلت لكم الكسكسي المفور ديجا تستحقوا كان تفويره فقط. توا باش نرجعوا في الكاسكيس كيما هكايا نحط الكونتيتي الكلها، وما شاء الله كيما تلاحظوا زادت تضاعف الحجم نتاعو والكونتيتي زادت تضاعفت بالكدا. وباش نهز نحطو يكمل يعمل التفويره الثانيه، وما ننساوش اكيد باش نعملوا اكل فتحه هذه الصغيرونه باش تطلع اكل هوي الكل. وما شاء الله بعد ما عمل التفويره الثانيه كما تلاحظوا طاب في حقه اموره واضحه. نحاول نحلو بالطريقه هذه بشويه بشويه ديجا الكل يتحل ويجينا كسكسي فارك يشره يعمل 66 كيف. ونجي كما هكايا بين يدي نحاول نحل اكل كعابر الكل اللي فيه باش هكاكا يجينا كسكسي يعمل الكيف. توا مقعد كان باش نمرقوا الكسكسي نتاعنا، هاو كنضيفوا الصوص تدريجيا انتم حسب الكونتيتي بالطبيعه نتاع الكسكسي اللي عملتوه. فما شكون هكا اللي يحبوا شايح، فما اللي يحبوا هكا يكون فيه زيد شويه مرقه، لكم حريه الاختيار. انا نحبوا هكا يجي كيما عرفتوا الكسكسي نتاع العروسات هكاكا بالضبط، نحبوا يكون بالطريقه هذيك. نخلط كل شيء بطبيعه الحال تدريجيا لين نتحصلوا على كسكسي بالطريقه هذيا، وفي كل مره نذوقوه ونشوفوا اذا كان نستحقوا كميه اكثر من الصوص نزيدوا، واذا كان زيدا يبدا ناقص ملح ولا حاجه تنجموا زيدا تضيفوا له حتى رشه نتاع ملح في المرحله هذيا. وبالنسبه للبطاطا راكم تنساو باش تحطوها في الاخر بالكل، لازمها تطيب في الاخر خاطر في ساعه ما تطيب راهي البطاطا، حتى كان تحطوا زيدا سفناريا حطوها في الاخر. ونجيو توا للحمص. الحمص ما شاء الله بعد ما طاب لونه يشره بطبيعه الحال ما ننساوش نضيفوا عليه الصوص نتاع الكسكسي اللي يزيد يبرنوا، وما شاء الله يجينا حمص يعمل الكيف. وهذه العصبان نتاعنا قسمته كل كعبه هكايا على 2 جاي يشره نودكم ولا نشهيكم ياسر ياسر فاوح. وتوا مقعد كان باش نقدموا الكسكسي نتاعنا. جبت هذه التبسي الكبير اكيد باش نقدموا هكا في حاجه تراديسيونيل باش نحط الكونتيتي نتاع الكسكسي جاي يشره. تقولش عليه الكسكسي هكا نتاع العروسات حاسيلو ريحته فاوحه خاصه بالعصبان يشره. ونجيو هكايا من الفوق نحطوا عليها شويه من الحمص، انا نحبوا الحقيقه يكون فيه هكا بزيت حمص خاصه يبدا بالعصبان. ونحط كعيبه العصبان كيما هكايا على جنب، نحطوا زيدا بزيد شويه من الحمص كالعاده، ونضيف كعيبه البطاطا اذا كان تحبوا تحطوهم، ونضيفوا الجرينات نتاع الفلفل اللي قريناهم من الاول بالكل، اكيد يزيد يبنن على الاخر الكسكسي. وهذه النتيجه ما شاء الله يجي يشره. نجموا تنحيوا البطاطا وتحطوا الكل هكا ساير بالعصبان، لكم حريه الاختيار. ومقعد كاين باش نوريكم التاجين بعد ما طاب وحضر خليته طاب في حقه ما شاء الله احمر بالكدا بالكدا. لازمنا نخليوه يبرد كومبليتمون اذا كان تحبوه يجيكم قالب كامل وكعبه كامله. انا ديما نخليه يبرد بالباهي من بعد نقسمه، قسمته طروف يكونوا متوسطين الحجم، لا هو ياسر ياسر كبيره ولا هو ياسر ياسر صغيره زاده. وما شاء الله جينا سيف الطاجين يعمل 66 كيف. لازمني هكا نطلع لكم مغصوب باش تراو كيفاش جينا عالي، لا تستحقوا لا خميره ولا حتى شيء، يجيكم طاجين مشخشخ يهبل لونه ياسر ياسر مزيان. بالحق اروع من هكا ما فماش، جربوه في العيد صدقوني باش يعجبكم برشا برشا برشا. وهذه الطاولة متاعنا بعد ما كملت حضرتها. جبت الكسكسي ما شاء الله دوته الكل هكا بالعصبين، بطبيعة جبت بحذية الطاجين، حضرت سليطة خضرة بالفقوس نفس الشيء زيادة سطم شوية كما تعرفوا يتمشيوا برشا مع الكسكسي مع الطاجين. واكيد ما ننساوش في الاخر بالكل هكا كويس من رايب والا البن يكون بارد، بصراحة بنا ولا اروع. وهذه الطاجين متاعنا حبيت نوريكم التكستور متاعو كيفاش تكون يجينا بنين
يهبل. قولوا لي في كومنتير شنو رايكم في فيديو اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وفادتكم، وهكاكا نكون عطيتكم الدبارة كاملة للعيد، ونشوفكم في فيديو جاي. باي باي.